بقى لو شافوا الفيديو ده هيقولوا على الراجل ده بيولع في البيت بتاعه، لكن اللي ما تعرفوش بقى يا صديقي ان الراجل ده بيعمل نوع فن فاخر من الاخر. زي ما انتم شايفين كده بيجيب الخشب وبيرش عليه ماده معينه عشان ما يتحرقش كليا، بيتحرق جزئيا، وبعد كده زي ما انتم شايفين بيحول الخشب لخشب محروق، وبعد كده بيحطه على الترابيزه بتاعته اللي انتم شايفينها دي، وبيفكوا بقى ما شاء الله عليه، وعارف هو بيفكوا ازاي. بجد راجل عبقري عبقري. واهم حاجه بقى تصلوا على النبي في التعليقات عشان الكل يستفاد. وزي ما انتم شايفين كده بدأ ان هو يفك الخشب اللي بيولع ده. يلا يا عم خشب هيولع وهتكسفنا. وبعد كده بيفتحه بالطريقه دي ويبقى كده معاه احلى خشب محروق. بيبدأ بقى يرشه بطريقه معينه ويستخدمه كديكور غالي جدا جدا جدا. بجد سبحان الله، بيستخدموا الحاجات اللي ممكن تكون انت مش شايفها ويستغلوها ويبيعوها باسعار فلكيه. بجد حاجه جامده جدا.